الأحباب الكرام، هذا الحديث بكثر ما كيبين لنا قدر ديال رمضان، بكثر ما يخوفنا أن نضيعوا واحد الفرصة من فرص الله سبحانه وتعالى اللي كيمنح العبد ديالو أنه يترقى ويتنقى. عتق من النار ماشي شي حاجة سهلة، راها مغفرة ورحمة درجات ومقامات. كيفاش نستقبل رمضان؟ أفضل حاجة نستقبلها هو واحد الانكسار وتذلل بين يدي الله عز وجل باش يعطيني. إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الله يجعلنا من الفقراء والمساكين اللي كيبينوا الفقر ديالهم الله عز وجل، واللي كيخفيوه على الخلق، واللي كيخدموا ليها، تيخدموا ان الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويفرض عليهم. الحسن البصري واحد النهار سولوا واحد الشاب قال له: يا امام، كنوجد الماء باش نتوضا وتنعس بكري ولكن ما تنوصل لصلاه الصبح. قال له: اثقلتك ذنوبك. وهذا هو الباب الله يحفظ اللي يخاف منه العبد، وانه يدخل على هذا الشهر الفضيل بواحد الثقل ديال الذنوب والمعاصي، حتى ان الله سبحانه وتعالى يحجب علينا الطاعه. نسال الله العافيه. فإن الأحباب الكرام، خير ما يبدا به العبد هذا الشهر المبارك هو حل الوقوف بين يدي الله، يبوء له بإثمه وذنبه ومعاصيه، ويبوء لله سبحانه وتعالى بنعم الله عليه، ويقول: يا ربي، انا هذا الشيء اللي غادي ندخل عليه، راه لولا العطاء ديالك والتيسير ديالك والمدد ديالك ما نغنمش من هذا الشهر الفاضل. كندخلوا بواحد الهمم كبيره وبواحد الهمم عاليه، ولكن شوف ربي سبحانه وتعالى تيعطي اللي يوقف بالباب، ووقف بتدلل وانكسار. اللهم تعالى يجعلنا منهم، ويعطينا ربي سبحانه وتعالى ويفرض علينا العطاء ديالو، ويجعلنا فيه من المرحومين والمغفور لهم وعتقاء هذا الشهر الفضيل. رمضان مبارك سعيد.